شويه حاجات لو حصلت في عربيتك تعرف ان بطاريتها باظت ولازم تتغير. اول حاجه تحصل معاك لو البطاريه باظت هي انك تيجي تفتح العربيه بالريموت تلاقي اللمبه بتاعه الريموت شغاله والعربيه مش بتستجيب ولا راضيه تفتح ولا راضيه تقفل. ساعتها اعرف على طول ان بطاريه العربيه نايمه وفي الغالب هتبقى باظت. ساعتها هتضطر تفتح العربيه بالمفتاح مش بالريموت. ولو عربيتك بصمه ما تقلقش، هي ليها برده مكان للمفتاح بس بيبقى تحت الكفر بتاع الاكره، وبيبقى ليها طريقه يتشال بيها زي كده. هنفتح الاكره ونشد الكفر لبره واحنا فاتحين الاكره، هيخرج معانا بسهوله. ولو البطاريه وصلت للمرحله دي فغالبا الشحنه اللي فيها مش هتكفي ان هي تدور العربيه، بس مفيش مانع ان احنا نجرب. لو ما دارتش يبقى واصله بقى معلم من اي عربيه جنبه. ولو عايز تعرف ازاي تاخد وصله لعربيتك احنا عملنا عنها فيديو قبل كده، هبقى اسيبه لك في الكومنتات. بعد ما تدور العربيه اطلع على طول على اقرب حد بتاع بطاريات يكشف لك ويشوف لك العيب منين، من البطاريه فعلا ولا المشكله في الدينامو. طبعا الناس اللي بتتفرج عليا نصهم هيتمنى ان المشكله تطلع من الدينامو، عشان الدينامو بتاع عربيتهم الاستيراد بنص سعر البطاريه، وناس تانية لو سمعت كلمه دينامو بطنهم هتكركب. اكتب لي بقى في الكومنتات انت من انهي فريق فيهم.